السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة جديدة غريبة بفيتو، وده جيلي حلويات تركية جبته من تاجر سعاد علوش. كان عليه عرض بصراحة، ده ب5 جنيه والخمسة يعني حلو. مش عارف بصراحة، بس يعني انا قلت تركي بقى وطلع حلو وحادق. يعني حضراتكم ده ملح، لا حقيقي جيلي جميل وطعم القبل وكل حاجه، ده ملح بكلمكم جد. الطعم ملح ليمون او ملح، لا ملح ذرات ملح ومن جوه يعني سولت اند شوجر حاجه كده، طبعا مكتوب بالتركي لكن بفيتو ده يعني مش عارف بصراحه. يعني هو تركي طبعا وده الانتاج بتاعه وشغال برضو، بس يعني مش اللي هو يعني الله. فانا بصراحه يعني عايز اوريكم الموضوع يعني من زاويه قريبه يعني هو ميدين تركي. قلبين اصلا الورقه نعدلها تاني برضه. فانا احب اقول لك يعني نركز في العمليه برضه. نرى لكم بقى طالما ايه يعني حبوب تحتوي على الجلوتين ويتكون من طبعا حاجات ما فيهاش دهن خنزير ولا الكلام ده، طبعا بيحبوا هم يحتاجوا الكلام ده. تمام. قد تحتوي على الصويا، سكر، مش عارف انا سكر ازاي، مكونات سكر، شراب جلوكوز، دقيق القمح، مركز عصير التفاح، زيت نباتي النخيل، حمض المليك، منظم حموضة، منكهات مماثلة للطبيعة، تفاح مستحلب، ألوان طبيعية واستيراد. والدنيا حلوة ومصنوع في تركيا برضو، والدنيا جميلة. بس يعني أحب أقول لحضرتك يعني في مأساة هنا بتحصل، في مأساة حقيقية يعني. ما يغركش يعني ده مش سكر، ده مش سكر، ده ملح، وملح بيلسع كمان. وهو هنا حتى بيقول لك يعني انت هتتفاجئ يعني بصراحه انا قلت اشارككم تجربتي برضو. ستيكس المفروض ان هو يعني انا مش فاهم بصراحه، بس انا اللي ما بحبش الحاجات بقى السويت اند شوجري دي او شوجر اند سولتس دي، يعني كبر دماغه. جو هادي يا حبيبي. اوكي ماشي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.